مرحبا بكم أعزائي أحبابي. في هذا الفيديو راح نتكلموا على العروسي بن ساسي رئيس مستقبل الرويسات وتصريحه المستفزة. المهم راه معيطولو باش يسمعوا الأقوال، وطبعا تصريحاته اللي مستفزة طبعا لبعض الحاقدين وبعض الناقمين على تألق مستقبل الرويسات وترسيمه لشبه الصعود. بصراحة بعض الأشخاص ولا بعض الولايات لم يعجبهم هذا الصعود. بعض الشعب تاع الولايات صراحة وكأنها كانت رصاصة أو طعنة موجهة نحو القلب. البارح كي سمعت كلامهم، تعليقاتهم، تحليلات بعضهم، صراحة غريب الأمر، غريب. البعض يحاول أن يقلل من هذا الإنجاز الكبير لمستقبل بلدية الرويسات، ويقرن تاريخ الرويسات مع تاريخ هذه الفرق مثل الحراش وغيرهم. طبعا زعما حتى وانت في عز صعودك يا العروسي بن ساسي وفريق الرويسات وبلدية الرويسات ومستقبل بلدية الرويسات يجيو يقزموا لك ويقولوا لك باللي احنا تاريخ اتحاد الحراش كبير جدا واكبر من الرويسات واكبر، ومن بعد تجيو تلوموا العروسي بن ساسي كي يجي يدافع على فريقه وتاريخ فريقه وولايته تستدعيوه للرابطة. انا كلامه اللي قال باللي معقول ومنطقي، ودوك نمد رايي طبعا في التفاصيل. اشترك باش تعرف التفاصيل ودير جام طبعا وتفضل معنا. العروسي بن ساسي المهم طبعا هذا الرئيس تاع فريق مستقبل بلدية الرويسات اللي هو برلماني سابق، رئيس صراحة يجد يجتهد، عنده تصريحات شوية مثيرة. طبعا هو كيحب يلعب على النفسيات، يحب يلعب على النفسيات، ساعات يبالغ طبعا، مثير كما يقولوا للجدل، تصريحات مثيرة للجدل. تعرفوا هذا الناس مثل المصري مثلا حسام ميدو، مثل مثلا مدرب جوزي مورينيو، مثل مدربين آخرين ولا أشخاص آخرين مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كاين أشخاص في الدنيا يا جماعة مثيرون للجدل، هذه هي بتصريحات هكذا دائما تكون مستفزة، تكون شوية متقلبة، تجي عند الناس يعني شغل شوية غريبة، وكاين اللي تعجبه طبعا هذا النوع من التصريحات. هذا العروسي بن ساسي طبعا من هذا النوع، وبالتالي هو صرح بعد المباراة قال لهم باللي احنا تعبنا وطلعنا وهذا منطقي. المهم حكى على مباراتي الخروب والشاوية وقال لك باللي يلعبوا معنا بنزاهة وراح نبينوا للناس كامل باللي احنا طلعنا بنزاهة. هذه يا خويا العروسي بن ساسي انا ما نصدقهاش على كل حال. انت لو كان تشوف غدوة روحك انه الخروب يخلقوا لك مشاكل وعراقيل وتقدر تشري هذه المقابلة راح تشريها. هذه ما تخدعناش بكل صراحة. أي واحد فينا شخصيا لو كنت رئيس فريق الرويسات أكيد راح نبحث على طرق، طبعا مش زعما واضحة ولا فاضحة ولا، المهم بطرق أخرى تقدر باش تجيب هذه المقابلة لو كان تدري أنه فريق الخروب راح يصعب لك المباراة. وحقيقة لو مثلا الخروب غدوة يلعب بجماهيره والملعب مكتظ ويحب يدير لك الضغط، يقدر يصعب لك المباراة ويقدر حتى يمنعك من الصعود، يقدر. ولكن انت راك راح تستعمل كل الوسائل طبعا المشروعه والغير المشروعه طبعا باش تجيب هاد الثلاث نقاط. خليني من لقاء الشاويه الاخر اللي على ارضك، هذاك هو مضمون لانه في ميدانك، ولكن مع الخروب يقدر يكون فيه لبس. ولكن انت من باب انه الخروب يسهل لك ولا باك بلي ما يحتاج ما والو، الطيح من باب الخروب ناس اعزاء، ناس نحبوهم، والشاويه الحرار والقبائل الحرار وهذا الكلام الفارغ. طبعا حنا هذه كلمة الحرار كي نكونوا شغل ضامنينها من عندك، نجي نقول لك غريزان الحرار وتاع الحراش الأحرار والشاوية الأحرار. ولكن لو كان نشوف أنك راح تأذيني ولا رايح مثلا تمنعني من الوصول إلى هدفي، يصير من بعد السباب ويصير هذاك الشتائم، لأنه هذا الأمر معروف جدا. وهذا الكلام خلينا منه إطلاقا، لأنه العروسي بن ساسي الشيء اللي قال هذا منطقي. بالنسبة لحكاية أنه الكرة بدات بعد الاستقلال، لانه يعني شغل هما وجعتهم الهضره اللي قال لك باللي احنا فريق تاسس بعد الاستقلال، اسسوه جزائريين احرار، فرنسا لم تكن موجوده. هذه حقيقه. لو كان نروحوا لهذه الفرق اللي تاسست في 30 في 28 في 26 في 39 يا ودي شوفوا يا جماعه، انا هنا نتكلم بصراحه. لو كان الاستعمار حب يمنع تاسيس الكره في الجزائر يقدر. زيد على ذلك واحد فقير ما يقدرش يأسس نادي. هؤلاء الفرق ولا هؤلاء الناس اللي أسسوا هذه الجمعيات كلهم كانوا يمنحون الاعتماد من طرف الاستعمار، يعني بوسيلة أو بأخرى هذه الفرق تأسست بتسهيلات من الاستعمار الغاشم آنذاك.
يعني سواء من حركة، سواء من خونة، سواء من مستفيدين، سواء من متزلفين للاستعمار. يعني ما تقدرش تكون انت ثائر في وجه الاستعمار ورافض الكلاش وتطلع للجبل يجي يخليك تأسس فريق. ما تردوناش مهابل، لأنه ماناش مجانين. يعجبك الكلام ما يعجبكش، ترضى ما ترضاش، الله يسهل عليك. هاو نعطيك أنا من أمر ومن منظور تاع واحد يعني مش زعما يلعب في هذه الأمور، يعني باش نقولها لك. وهنا السيد العروسي بن ساسي قال الحقيقة، لأن الفرق الجزائرية الصافية والقحة اللي تأسست بعد الاستقلال، لأنه ما كانتش هناك وساطة للمستعمر. ما تعرفش جنرال فرنسي باش يخليك تأسس ولا تكون مستفيد، ولا تعرف واحد عنده علاقات مع الإدارة الفرنسية المستعمرة الغاشمة باش يخليك تأسس ناديك وتلعب المباريات. وبالتالي العروسي بن ساسي قال الحقيقة. أكيد ماشي كرة القدم زعما بدات في 65 ولا ما لا باليش، ولكن كما يقولوا ما بعد الاستقلال بدا الحساب لكرة القدم في بلادنا. أما تلك الفرق اللي كانت تلعب في الثلاثينات وفي الخمسينات وجبهة التحرير كلها كانت تلعب في فرنسا، وما كانش هنا بالو في الجزائر نهائيا. كيما درك فلسطين، علاش غزة ما فيهاش بطولة؟ لأنه محاصرة ومستعمرة والاحتلال يقصف ويجوع ويعطش. يلعبوا في الضفة الغربية اللي كانت هناك تسهيلات، لأنه كاين قومية يخدموا عند إسرائيل مثل السلطة الفلسطينية وعباس اللعين اللي يخدم عميل عند السلطة الفلسطينية، يخليوه يأسس فرق في أريحة في طول كرم. هادوك شكون اللي يخدموا عند اليهود واللي عملاء تلقاهم محركة ومتزلفين عند الصهاينة ومتناسبين مع الصهاينة، يخليهم يأسسوا الفرق. وهذه الحقيقة طبعا. اما تجي تدافع بهذيك زعما بلي تسيبورتي مثلا فريق من هنا وهنالك زعما ويغيرك الحال، لا لا يا وليدي، ما يغيركش الحال، هذا هو الواقع. تقبلوا بحقيقته، اقبلوا. تحب تكذب وتراوغ وتخلط وتجتدي وتجيب، هذيك دبر راسك، هذيك انت كما نقولوا ادرى، وانت وضميرك وانت داخليا تعرف ان ما قاله العروسي، واش نزيد نقوله لك انا، انه الحقيقه الثابته التي لا يمكنك انكارها ولو داخل نفسك. هذا واش عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.